نكملوا قصتي. انا ليلى. المهم السيد من بعد ما بقى كيتصل بيا كل ساعه كيعيط ليا، السيد بدا كيتطلق معايا. واحد الليله هو يقول لي اجي نقول لك علاش ما تقوليش لبابا كيخليك تخرجي تمشي معايا للمدينه نتسخر لك ونشري لك شي حوايج. قلت له لا بابا ما يبغيش. وقال لي وعلاش؟ قلت له ما غاديش يبغي، انت مشي انت وماماك وشريهم انت وماماك وصيفط لي الحوايج الا بغيتي تشري لي شي حاجه ولا عرفتي. قلت له شنو بلاش، انا اصلا غادي ان شاء الله نضربك غير تصدق ديك الساعه ونقوم راسك وانا ما تشري لي. قال لي لا انا ما كرهتش نخرجوا انا وياك دابا، بغيت نشوف الذوق ديالك وما تنسيش بلي انت لا تفرشي الدار. قلت له انا ما غاديش نقدر نقولها لبابا وبابا ما غاديش يبغي. قال لي قوليها لماماك ماماك تقولها لبابا. قلت له حتى ماما ما غاديش تقدر تقولها لبابا. قال لي وعرفتي شنو، قوليها غير لماماك تخليك تخرجي معايا واحد الساعه المكانه نمشيو غير لشي مول ولا شي حاجه نشري لك شي حوايج ورجعي بحالاتك. قلت له انا ما غاديش ماما ما غاديش تبغي، وحتى الا بغات ماما غتقول لي دي معاك اختك. قال لي لا ماشي مشكل، زعما اختك باقا صغيره غادي نديروا لها الرضاعه ماشي مشكل. وهي تبارك الله قال لي راه كبيره راه شابه في عمرها 19 20 عام ماشي مشكل. قلت له دابا نشوف. المهم انا دوزت واحد اليومين وانا متردده، كل نهار نقولها لماما ما تبغيش، نقولها لماما ما تبغيش. المهم قلتها لاختي. المهم يسرى اختي بحال اللي قلت لكم هي باقا كتقرا ولكن هي خفيفه عليا شويه ومطلوقه عليا شويه، ونقدر نقول لكم في الشارع عند ماما وعند بابا كتزعم عليهم ماشي بحالي انا. المهم هضرت مع اختي قلتها لها، قلت لها راه سعيد بغى يخرج معايا يمشي يشري ليا شي حاجه. قالت لي يا مزيان سيري. قلت لها لا راه ماما ما غاديش تبغي. قالت لي لا غادي تبغي. قلت لها بصح. قالت لي على حسابي. قلت لها ولكن انت تمشي معايا. قالت لي لا انا ما نمشيش معاك. قلت لها لا والو غتمشي معايا. قالت لي شوفي واخا ماما تقول لي نمشي معاك انا غنخرج معاكم، انا غادي نمشي عند صحاباتي وانت سيري انت والراجل ديالك. قلت لها لا انا ما نقدرش نبقى معاه بوحديتي. قالت لي واخا لا ماشي مشكل. بحال اللي قلت لكم اختي زعيمه عليا شويه. المهم اختي دارت لي الطريق مشات لعند ماما وقالتها لها انا راه قلت لكم شي 3 ايام ولا 4 ايام وانا الهضره كطور ليا في فمي ما قدرتش نخرجها. المهم ماما مشات قالتها لها قالت لها ماما راه سعيد شنو قال ليلى. قالت لها ماما لا هادشي ما يمكنش باباك ما يبغيش. قالت لها ماما وحنا علاش غادي نقولوها لبابا، دقيقه هاد المكانه غادي نخرجوا وانا غادي نمشي معاه ما تخافيش ماما، واخا بنتك ليلى شويه نيه انا راني مطوره ومطوره بزاف. قالت لها ماما انت بعدا كاينه كتقري عليا انا بعد حلاوه اللسان ديما كتدوخيني، واخا كنكون الحاجه معارضه فيها ملي كتبقاي تهضري معايا كتدوخيني. المهم خلاتنا ماما نمشيو. قالت لنا غادي نعطيكم الساعه د المكانه حتى لساعه ونص تخرجوا مع 4 ل5 ونص غتكونوا هنايا. انا فرحت عرفتي فرحت بزاف. عمري ما خرجت بوحديتي وعمري ما خرجت مع شي واحد، ما كنحلمش ما كنتش كنحلم بيها. انا كنت كنفكر ملي غنضرب معاه هكا غتصدق كيفاش غادي ندير نهضر معاه ونتواصل معاه هكا مباشره. يلا بديت كنهضر معاه في التليفون. دابا غادي نخرج انا وياه الراس في الراس يعني واخا اختي ولكن راه غادي تقريبا غنكونوا انا وياه الراس في الراس. المهم مشيت دوشت لبست عليا درت الميكاب خفيف. اختي حتى هي لبست عليها وقادت وصوبنا. هضرت معاه في التليفون قلت له من دابا واحد 4 ساعات نتلاقاو. فين غنتلاقاو؟ قال لي نجي عندك للدار. قلت له لا نتلاقاو في راس الدرب انا واختي غادي نمشيو معاك. قال لي واخا مرحبا بكم اذا جايه حتى يسرى. قلت له انا ويسرى. المهم تلاقيته في راس الدرب ركبنا. قالت لي اختي شنو واش انت لا تركبي حدا ولا انا محيت زعما انا كنحشم. قلت لها اللي بغيتي. قالت لي سيري الحمقى سيري تمشي تركبي حدا راجلك. قلت لها عرفتي شنو ما غنركب لا انا ولا انت غنركبوا جبينا اللور. ركبنا انا واختي اللور مشينا. حسيت بيه فرحان بزاف فرحان بيا بزاف لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. بصراحه ماشي فرحان بيا فرحان بينا بجوج. مره كيهضر مع اختي يسرى معاه هي تبارك الله لسانها مطلوق. انا الا هضر معايا كيقول لي 4 الكلمات كنجاوبو بكلمه والاغلبيه د الوقت ساكته. اختي قالت له دير لنا الموسيقى. قال لها شنو الموسيقى كتبغي؟ قالت له اللي بغيتي. دارنا الموسيقى. اختي بقات كتشطاح كتغني كتضحك. انا حشمانه انا ما كنقدرش نهز فيها عيني. شويه هو يشوف فيا في المرايه قال لي ليلى واش انت دائما هكا ولا غير معايا؟ قالت له اختي راه هي دائما هكا حتى مع بابا وماما في الدار بحال هكا حتى مع خوتي راه ما كتقدر تطلب لهم حتى شي حاجه وما كتقدر دير حتى شي حركه. ليلى كتعرف تخمل ودير الميناج وعندها يا خويا شي شهيوات وشي طويجنات كيحمقوا.
قال لي ياه وهي اذا غادي نتبرع، اذا غنزيد في الكيلوات. انا على نيتي قلت له ان شاء الله الرحمن الرحيم ما يكون غير الخير. مشينا وصلنا، نزلنا للمول، تقهوينا، شري ليا شي حاجات. المهم انا فرحت بزاف، حتى اختي عجبتها الخرجه بزاف. المهم السيد بغى يشد لي في يدي، قلت له لا. قالت لي اختي ما فيها حتى شي حاجه، ودابا ما غيشوفكم حتى واحد. قلت لها لا، انا بابا قال لي ما نهضرش معاك حتى في التليفون بزاف، ماشي عاد لا تشد ليا في يدي. قال لي ودابا حنايا خارجين وانت كتقولي لي بابا. قلت له واخا هكاك. قالت له يسرى شتي ليلى راه ما كتعرف حتى شي راجل في حياتها من غير بابا، حتى خوتي ما عندهاش معهم الكونتاك بزاف بحال اللي قلت لك، غير بابا اللي تيدخل وتيخرج عليها، هو اللي تيهضر معاها بزاف. قال لي وان شاء الله معايا انا ما غتبقايش هكايا وغادي تطلقي. قلت له علاش انا معقده؟ قال لي لا ماشي قصدت انت معقده، ولكن ما غتبقايش حتى بحال هكايا. قلت له الله يخلينا في صباغتنا. المهم انا كنهضر سبونطالي، انا ما ديت ما جبت حتى شي حاجه، ما كيحسبنيش السيد راه خفيف تيطير، انا اللي بحال كيقولوا مدندنه اولا على نيتي. قال لي وشوفي من دابا واحد 20 يوم غادي نضربوا الكارت الصداق ديالنا، علمي ماماك الا بغات نديروا غير شي حفيله هكا صغيره وديك الساعات ونضربوا كارت الصداق ونتزوجوا، حيت انا ما غاديش نقدر بحال هكايا فيما نخرج معاك انت حشمانه وما كتقديش تهضري، وفي التليفون ما كتهضريش معايا بزاف، يعني انا اللي كنبقى نهضر. قال لي انا خصني تكوني مراتي، نشد لك في يديك، انا كيعجبني نكون ماشي معاك، نشد لك في يديك نهضر معاك تهضري معايا توكليني ونوكلك. انا تزنقت طلعت معايا الحموريه. اختي بقات كتضحك. قلت له ان شاء الله واخا انا غادي نقولها لماما وبابا وغادي نرد عليك في التليفون. المهم انا داك الشيء هذاك بحال لي ما ارتاحيتش. انا السيد ارتحيت له، كنت كنرتاح له في الحومه ملي كنشوفو، من نهار اللي جا خطبني ارتحيت له. السيد كيبان الله يعمر سلعه حشومي ظريف، ولكن تما انا راه بان لي شويه خفيف، انا ماشي هكاك انا ثقيله، هو بان لي شويه خفيف. يمكن نكون انا معقده، ولكن انا بحال لي ما ارتاحيتش، بحال لي بقيت كنقول هذا بزاف، دخل عليا بواحد السرعه اللي هي مجهده. اما بالنسبه ليسرى اختي عجبها بزاف، قالت لي سبحان الله هو ماشي بحال خوتو، هو ماشي معقد، مطلوق بزاف وكيضحك وفروجي وخفيف على القلب. قلت لها سبحان الله دابا هو جاك خفيف على القلب وفروجي؟ قالت لي وانتي؟ قلت لها لا اختي انا بعدا كي جاني خفيف تيطير شويه. قالت لي الحمقى راهما هادو الرجال، قلت له كنشوفي الطيره كيفاش دايره، اما هو قالت لي شوفي بعدا كاينه البلاصه اللي جابنا ليله وشوفي القهوه اللي جلسنا فيها. المهم هضرنا انا واختي شويه، هو يا معانا مره كيتسند لنا، مره كيخليني زايده غير انا واختي، مره كيجي حدانا، مره كيزاد اختي. المهم تساليت شي شويه، قلنا دابا شنو ترجعوا بحالكم ولا مازال نبقاو شويه؟ قلت له انا لا نرجعوا. اختي قالت لي لا نبقاو شويه، قلت له لا انا نرجعوا. المهم رجعنا بحالاتنا، وصلنا حطنا منين هزنا، دخلت بحالاتي للدار. قالت لي ماما بنتي امضره. قلت لها ماما انا فحال اللي ما عجبنيش الحال. قالت لي لا بنتي غير يجاب لك الله وصافي، الولد الله يعمرها سلعه وعائلته الله يعمرها سلعه، والولد ماشي خفيف، حنيه راه تربى حدانا بنتي، هذاك راه مني خلق هو قدامي هنايا تبارك الله، هو مشى واخا مشى لمدينه اخرى عمرنا ما سمعنا عليه شي حاجه ماشي هي هذيك. المهم قلت لها ماما لا انا غير قلت لك وصافي. قلت لها ماما راه قال لك خصو غير من دابا كاع الا تعطلنا واحد الشهر يكون ضارب الكاريط ديال الصداق ديالو ونديروا شي حفله ماما. قالت لي يا بنتي انا بغيت ندير لك العرس ونكبر بيك فحالك فحال خوتك ان شاء الله، باش تبقى لي غير هاد الاخرانيه هاد المصران عاوتاني حتى هي ان شاء الله يجيب لها الله ولد الناس ونشوف ما ندير لها. قالت لها لا يا ماما انا ما غاديش نتزوج. قلت لها وعلاش؟ قالت لها ماما شوفي انا كيعجب باغا نعيش الحياه، باغا نقرا، باغا نتوظف، باغا نوصل، باغا نعيش حياتي. قالت لها لا انا ما باغيش انا نجوز شي معقد يزيرني. قلت لها ياك اختي؟ قالت لي اختي دابا تعرفيني علاش كنهضر، انت غادي تزوجي وانا غادي نبقى سيليباتير، وديك الساعات وغادي تقولي يا ليت الزمان يعود يوما. المهم قالت لي ماما انا غادي نهضر مع باباك وغادي نرد عليك بنتي. دخلت انا بحالتي للبيت شويه التليفون كيصوني. قال لي الو ليلى كيفاش جاتك الخرجه؟ عجباتك الخرجه؟ قلت له مزيان. قال لي كيفاش جيتك انا؟ قلت له عادي. قال لي ما لاحظتي فيا والو، ما زدت فيا والو، ما نقص فيا والو على نهار الخطيبه. قلت له لا وحنا علاش فوقاش تخطبنا هذه ما كاملاش حتى سيمانه. قال لي يعني عجبتك بحال اللي شتيني نهار الخطيبه بحال اللي شتيني دابا؟ قلت له عادي. قال لي واختك يسرى شنو قالت لك عليا؟ قلت له عادي، جيتيها راجل ختها المستقبلي يعني عادي.
قال لي عجبتها ما عجبتهاش. قلت له ولكن علاش، شنو الفرق؟ قال لي لا السؤال عادي. قلت له حتى انت جيتيها عادي. بيني وبينكم انا ما بقيتش راتحه معها لا في الهضره ولا شي حاجه في قلبي، المهم تزعزعت. ماشي هو خايب، ولكن انا يمكن انا معقده، يمكن حتى لهنا انا باقا كنقول يمكن انا معقده. قال لي هضرتي مع ماما هاد داكشي اللي قلت لك؟ قلت له هضرت مع ماما. قال لي وشنو قالت لك؟ قلت له ماما قالت لي حتى تقولها لبابا. قال لي وصافي ديك الساعه تردي عليا. قلت له واخا عطيني واحد اليومين ولا 3 ايام ونرد عليك باش ما كان. فرح بزاف. المهم هضرنا بزاف ديال الحوايج، المهم بحال اللي رتحني شويه، ارتاحيت عاوتاني. انا اصلا في التليفون كنهضر معاه كنتطلق شويه، اما في مباشره يمكن بحال اللي قلت لكم انا معقده. قال لي عندك شي الفيسبوك او الانستغرام؟ قلت له لا. قال لي يسرى عندها الفيسبوك او الانستغرام؟ قلت له عندها. قال لي ديك الساعات صيفطيهم لي بارطاجيهم معايا واتساب. قلت له علاش؟ قال لي لا غير شي نهار بحال كلا ما قدرتش نوصل لك ولا شي حاجه نهضر معاها هي. قلت له ما نعرف حتى نسولها. قال لي وصافي سوليها وديك الساعات بارطاجيهم معايا واتساب. قلت له واخا ان شاء الله. انا جاتني هادشي هذا في شكل ما عرفتش، حني دغيا وصلنا للفيسبوك والانستغرام هو ديجا كيهضر معايا واتساب، كنهضروا ابيل عاديه. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مالك يا ليلى انت يا معقده، مالكي انت معقده. دائما كيقولوا عليا انا معقده وراه بصح انا معقده. دابا بقيت كنكونترولي راسي، قلت نوض نفرح نشوف الحويجات اللي شريت ونقاد ونلبس ونشوف الميكاب. المهم شري لي بزاف ديال الحوايج، تقريبا شي 1500 درهم اللي خسر عليا وخسر على اختي شي 500 درهم. المهم جا بابا ماما هضرت معاه قال لها صافي واخا ماشي مشكل، ولكن انا ما غنديرش لبنتي غير الليله، غادي ندير لها العرس ديالها بحال خوتها. صافي من دابا شهر ان شاء الله يدي المرا ديالو، غير علميهم حتى هما يوجدوا راسهم. انا كنوجد راسي فرحانه، كنمشي انا وماما عند الخياط، كنمشي انا وخوتو، ماما حتى هي شي مره كتمشي معانا، اختي حتى هي معايا فرحانين، انا فرحانه بزاف. صافي بديت كنتطلق معاه، كنقول واقيلا انا اللي في يدي فوق، هما الرجال بحال هكا كاملين بهم، السيد باقي صغير باغي يعيش حياته مع مراته. ولكن غادي نكتشف اللي غادي يصدمني.